مش عادتي ان انا ارد على حد بيكتب لي حاجه سلبيه خالص، مش عادتي يعني. الواحد خلاص بقى اعصابه هاديه وعدى المراحل دي خالص. في ناس تبقاش حرفاك، فممكن ايه، في ناس بيبقى عندها مشاكل نفسيه في حياتها يعني. انا كنت ضايع مني البتاع دي، الشنطه دي ضاعت مني في توكيل. فلما رحت التوكيل لقيت الراجل شالها. كان في ناس كتيره جدا، كان في ناس بتشتري كتيره جدا في التوكيل. فانا خفت بصراحه، قلت اكيد في حد من الناس خدها، يعني الناس اللي هي بتشتري وبتاع. فقلت والله الناس دي عندها امانه، والناس دي حلوه، والناس بص بقى الراجل اللي كتب لي إيه، انا هحط لكم الكلام. لو كانت اتسرقت كنت قلت امريكا كلها حراميه. وبعدين احنا مين؟ اتكلم عن نفسك. يعني هل انا لما اتكلم اقول انا ولا اقول احنا؟ يعني الناس، انا عارف انت ممكن تكون مدرس مثلا بتعلق على الناس من ورا الشاشه، اللي هو لازم الناس تعمل الحاجه اللي انت شايفها من وجهه نظرك انت بس صح. ليه؟ انا مش فاهم. فانا رديت عليه باحترام وادب وكده، زي ما انتم شايفين كده الكلام. انت بتقول احنا بلاش انبطاح انت بتقول احنا لازم نتعلم منهم. كفايه انبطاح واحساس بالدنيا، ما تبقاش محدث. ايه يا عم الحاج؟ على فكره انا ممكن اغلط فيك والله، مش صح اللي انا اعمله. انا ما كبير قوي ان انا اعمل كده خالص. برضه برد عليك باحترام. كاتب لي يعني ايه فلاح في الكونجرس يا باشا. والله انا والله مش عارف. كنتش نفسي اخد وقت في الدقيقه دي ولا في الدقيقتين رد عليك، بس اعمل ايه طيب؟ بص، اي حد فلاح في الدنيا فاكيد اكرم بكتير جدا من الناس اللي زيك. عارف ليه؟ لانه راجل قاعد بيضرب في الارض وبيعمل الحاجات بتاعه الزرع وبتاع، اشتغل. لكن واحد مثلا سهران لحد الفجر او للساعه كذا او لاي وقت عامه، ما عندوش حاجه بيعملها، يعمل ايه؟ يقعد ينظر على الناس، يشوف الناس اللي بتعمل حاجه كويسه او بتتكلم او بتقول اي راي حتى مختلف عن رايها، ويبدا يروح مديله كلام سلبي. انا ما باكلش معاك الكلام ده، عشان عارف شخصيتي كويس، عارف انا بعمل ايه وكده. انا ممكن ارد عليك رد اكبر من كده وفي يعني كلام يزعلك، بس انا مش هعمل كده خالص. انا هكتفي بس بالكلام ده، ان انت فعلا مش من ورا الشاشه ممكن تحاول ان انت تهاجم حد وبتاع. في ناس بتزعل، في ناس بتاخد على نفسها. انا مش كده والله، انا راجل هادي خالص، وحابب بس اعملها لك بايه، بشياكه. السلام عليكم.